هو ضروري يعني ألبس الخمار؟ يعني هو الخمار ده فرض؟ قبل ما أقولك الخمار ده فرض ولا لأ، تعالي الأول أفكرك إننا موجودين هنا في الدنيا علشان نجهز شنطتنا اللي هنروح بيها الجنة، وهناك في الجنة هتلاقي النعيم اللي ما يخطرش على بال حد. فكل طاعة بنعملها هنا بنشتري بيها مكان في الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. شنطة الجنة اللي بنجهزها دي بقى بالنسبة للبنت لازم يكون معاها فيها الخمار، لأن هو الحجاب الشرعي اللي ربنا أمر بيه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وعلشان كده الخمار مهم جدا. أيوة، يعني إيه الفرق برضو بين الحجاب والخمار اللي عاوزنا نلبسه؟ ما أنا أصلا محجبة. احنا اتفقنا ان ربنا امر بالحجاب في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، صح ولا لا؟ طيب الحجاب اللي ربنا امر بيه في الايه مجرد اننا نغطي الشعر؟ لا، ده امرنا بحجاب يغطي الشعر صحيح، بس كمان ينزل من على الراس لحد ما يغطي الجيب اللي هو منطقة الصدر، مش بس طرحة قصيرة حوالين الرقبة او طرحة سبانيش او من غير دبابيس والرقبة باينة. هتقولي لي بس ده الخمار هيكبرني وانا لسه صغيرة. هقولك اول حاجة ما تخافيش خالص، مش هيكبرك ولا حاجة. ثانيا بقى قوليلي ايه الاحسن، خمار انت حاسه انه هيكبرك بس هتاخدي حسنات بكل خطوه مشيتيها لانك رضيتي ربك، ولا لبس تاني مش هيكبرك بس هتاخدي بيه جبال من السيئات مع كل خطوه انت بتمشيها؟ ايه اللي تحبي تشيليه معاكي في شنطتك اللي هتقابلي بيها ربنا؟ ايه اللي تحبي تشوفيه في كتابك يوم القيامه؟ جبال حسنات ولا جبال سيئات؟ سامعك وانت بتقولي في نفسك دلوقتي ماشي مقتنع بس مفيش حد من اصحابي لابس خمار، أنا كده هبقى وحيدة وغريبة في وسط زمايلي. وأنا بقولك هتبقي أول واحدة تلبسيه في وسط زمايلك، وده معناه إنك هتاخدي أجر كل واحدة عملت زيك بعد كده وتشجعت بسببك ولبسته هي كمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أقولك طب بلاش كده، خليهم محدش خالص لبسه وفضلتي انتي بس. تعرفي انك بتمسكك بخمارك ده وصبرك عليه وغربتك دي وتمسكك بدينك هتاخدي بيها أجر 50 شهيد؟ لا 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 استني، مش أي 50 شهيد، ده 50 شهيد من الصحابة. أيوة النبي اللي قال كده في الحديث إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. تخيلي تيجي يوم القيامة ويكون أجرك زي أجر شهداء الصحابة، هتكون فرحتك إيه بقى في اليوم ده؟ يلا خدي قرارك وما تتردديش، البسي الخمار واثبتي عليه وخليكي من النهاردة سفيرة الحجاب الشرعي في مكانك. تقلي ميزانك بأجور كتير وشجعي أصحابك. ابعتي الفيديو ده يلا لكل أصحابك وقولي لهم يلا نلبس حجابنا الشرعي. اتشجعوا، الجنة تستاهل. رسائل.